سلام بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حقكم الفيديو نتوما في احسن احوالكم بنات. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، على بالي بلي طولت عليكم الغيبه، مي الله غالب. يعني واش نقول لكم سبب الغياب؟ انه ضربتني عين صحيحه يا البنات، ما قدرت نحط لكم فيديوهات، ما قدرت ندخل القناه، ما قدرت نحكم هذاك التليفون. لحقت لدرجه اني كرهت التليفون تاعي، كرهت ندخل لليوتيوب، كرهت كلش. يعني عين صحيحه البنات، يعني عين تاع ما نقدرش نقول لكم. عندي افكار بزاف، عندي يعني مواضيع بزاف نشاركها معكم، واني عارفه بلي تفيدكم. يعني كنت نشوف فيديوهات بزاف، بصح المعلومات اللي عندي والتجارب اللي عندي يعني باش نفيدكم بها، يعني والله ما لقيتها في اليوتيوب. ودائما نقول لي أنا حابة نحكم هذاك التليفون، نبارطاجي معكم فيديوهات باش نفيدكم في شتى المواضيع. يعني ماشي غير مواضيع تاع زيادة الوزن ولا لا، شتى المواضيع نحب نشاركها معكم. الله غالب هذيك العين قتلتني يا البنات، قتلتني. وذكراني نحارب فيها بقدر المستطاع، يعني بالقرآن وبالرقية وكامل. واليوم تشجعت، يعني قلت لازم نحط فيديو، لازم نحط فيديو باش نتغلب على هذه العين اللي راهي يعني محاصرتني وما خلاتني ندير والو. البنات اليوم ان شاء الله نتوما ثاني تساعدوني، ان شاء الله ثاني تكونوا توحشتوني كما انا توحشتكم. بزاف جاوني التعليقات على المسميات وكامل، كنت اللي نقدر زعما نحارب العين ونقدر نجاوب. ومرات هذيك العين ما تخلينيش حتى، يعني مرات نشوف التعليق بصح ما نقدرش حتى نكتب لكم ونجاوب عليكم. الله غالب اعذروني، راكم عارفين باللي العين واعره. يعني العين راهي مذكوره في القران، وكم عارفين يقول لك تقدر هذيك العين حتى تقتلك وتدخلك للقبر. بلا ما نطول عليكم البنات الفيديو، اليوم انا حنهضر لكم على عسل الصويا. هذا المنتج راهو خرج جديد في الاسواق، يعني عنده مده شهرين ثلاثه راهو غزا الاسواق. وصراحه البنات بزاف بزاف طلبوا لي مسمنات لتكبير الصدر والمناطق الانثويه، وكاين اللي عطيت لهم تاع تكبير الصدر، يعني شغل مسميات واحد اخرين ما قدروش يتواصلوا عليهم. مي هذا عسل الصويا يعني المهمه تاعو صراحه تكبير الصدر والارداف. واللي تكون يعني تشتكي من الجزء العلوي ما مشيانه منه، هذا عسل الصويا راح يخدم خدمته وراح يعمل على تكبير الصدر. وقبل ما نحكي لكم كامل عليه بالتفاصيل الممله، راح نشارك معكم قبل هذا المنتج. يعني كان ضروري نهضر عليه، انا جربته. شوفوا نزيد نقرب لكم الصوره، استناو تشوفوا هكا وجهه فيه. هذا مزيل العرق تاع مسك الطهاره، يعني 48 ساعه يدير لك ازاله العرق. انا جربته شخصيا، واليوم راح نشارك التجربه تاعي معكم باش هكا البنات يستفادوا وما يطيحوش في الغلطه اللي طحت فيها انايا. هذا كريم مزيل الروائح الجلديه، اني قربت لكم الصوره باش تشوفوه مليح. حاوليك هذا شكروا لي فيه بزاف بزاف، مع اني انايا نستعمل الخلطه تاعي الطبيعيه، نخدم خلطه طبيعيه في الدار نستعملها. هذا كان نهار كانت خلاص لي وانا خرجت للتسوق، يعني خرجت نقضي ودخلت للكوسميتيك باش نشري. شكروا لي فيه هذا، رحت جبته وبديت نستعمل فيه. صدقوني يا البنات، نشوفوا نوريكم شحال استعملت منه. شوفوا شحال استعملت منه، يعني ما استعملتش بزاف، استعملت غير هذه الشويه. هذه الشويه برك اللي استعملتها. واحد التشوهات يا البنات واش نقول لكم، ولات لي كيما الكزيمه، يعني استعملتها. شوفوا شحال، ماشي بزاف يعني انا ما كنتش نستعملو بزاف، نستعملو بعد الاستحمام نستعملو. شوفوا شحال استعملت منها وعملت لي تشوهات، يعني ما نحكيكمش بحال اكزيما، عملت لي تشوهات ما نحكيكمش يا البنات. على ذيك قلت باللي لازم نشاركها معكم هذه المعلومه، ونقول لكم واياكم يا البنات تفوتوا وتلقاو هذا المنتج وتروحوا تشروه وتبلوا روحكم. يعني صح راح يدير لكم ازاله العرق ماشي 48 ساعه، نقول لكم 24 ساعه. تفوت شويه 24 ساعه بصح ما تفوتش، ما تلحقش 48 ساعه. مي راح تعمل لكم تشوهات خطيره، واذا استمريتوا عليها راح ماشي غير تعمل لكم تشوهات، راح تعمل لكم امراض جلديه. ولو كان يسمعوني اصحاب المنتج يديروا لي سينيال للقناه. مي صراحه هذا ما ننصحكمش به يا البنات، ما ننصحكمش به. خلاص اذا لقيتوه وشدتوه وشكروه لكم، قولوا لهم زيدوه في رواحتكم، يعني روحوا شروه نتوما وطبقوه نتوما. مي يا البنات ما ننصحكمش به. خلاص دوك حنا بعد ما هضرت لكم على هذا المنتج راني نزيد نقرب لكم باش تشوفوه مليح. واياكم تستعملوه البنات، واياكم تستعملوه. انا استعملته شخصيا، والبنات اللي يوثقوا فيا كيقول لكم باللي
اخطوك منهم وهذوك التشوهات يروحوا بالوقت، يروحوا يعني فتره 15 يوم 20 كي تتوقفي عليه تماما، توقفي على الروائح وما ديري حتى حاجه راح يعاودوا يروحوا. ولو كان تستمر عليه راح يدير لك امراض جلديه ممكن تكون خطيره، وتعشي في الطبيب وتعشي تصرفي اكثر من اللي شريتيه واكثر من مزيل العرق اللي ديريه. انا نستعمل خلطه طبيعيه راح نشاركها معكم على القريب ان شاء الله. باك تخطيني غير هذيك العين وتخليني نبارطاجي معكم الفيديوهات راح نشاركها معكم، هذيك هايله. نعاود نولوا العسل الصويا. شوفوا البنات، هذا عسل الصويا في 25 كيس، هذا عسل الصويا في 25 كيس، يعمل على تكبير الصدر والارداف. الكيس فيه 20 غرام، هو مكمل غذائي كما راكم تشوفوا هكا، ها منا ومنا. شوف ها هو البنات، ندير لكم هكا باش تشوف ان شاء الله بك تكون الكتيبه واضحه. معليش الا ما كانتش كتيبه واضحه راح نقرا لكم. عسل الصويا، مكونات تاعو الصويا، الصمغ الكثيره، السمسم والعسل النقي. الفوائد: زياده الوزن طبيعيا، تكبير الصدر والارداف، تسمين الوجه، مقويه للعظام، مفيده لفقر الدم، لزياده الطاقه في الجسم، مفيد لاضطرابات النوم. شوفوا بالنسبه لزياده الوزن، يزيد الوزن خصوصا تكبير الصدر. شوفوا خصوصا تكبير الصدر اللي يعانوا من الصدر الصغير، هذا عسل الصويا يعمل على تكبير الصدر. وبالنسبه لزياده تسمين الوجه، واش حيسمن لك الوجه هذيك السمانه اللي يعني راح يكون تكبير الصدر قبل تسمين الوجه، هكا باش نكون واضحه معكم. راح يكون تحسي في زياده الجزء العلوي، يعني منطقه الصدر راح تحسي بها اكثر ما تحسي في وجهك، يعني في الوجه راح يعمل تسمين طبيعي، ماشي هذاك النفخ تاع الوجه، فهمتوني؟ خاطش المسمينات اللي تشربوهم كاينين ينفخوا الوجه، هذا لا هذا ما ينفخلكش وجهك. الوجه راح يبدا يزيد غير بشويه غير بشويه. عسل الصويا هذا تكبير الصدر، انا نقول لكم يكبر الصدر، تحسي بلي الصدر تاعك بدا يكبر. كذلك الارداف، يعني المناطق الانثويه، الكرش، يعني الدواره ما تخرجلكش بزاف، ماشي حاجه بيد من يعمل على تكبير المناطق الانثويه. الكرش راح تطلع معها غير حبه يعني ما تبانش كما المسمينات الاخرى، هذه هي الحاجه المليحه فيه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، عندك كيس في المساء قبل النوم لمده 25 يوم على الاقل. يعني البنات مرات هذو الاكياس كي تشربيهم يفطنوك في نص الليل، يعني يفطنوك من جهه الزوج تاع الليل 3 تاع الصباح. لهذا اذا حبيتي ما تحبيش تنوضي في هذاك الوقت، نجمي تشربيها في النهار عادي، ما كان حتى مشكل. تقدري تشربي هذا الكيس في النهار مع الصباح على 10 تقدري تشربيه، يعني ما عندوش اشكال هذيك تاع تشربيه في الليل ولا في النهار، راح يخدم خدمته، سواء شربتيه مع الصباح ولا سواء شربتيه مع المساء، راح يخدم خدمته. موانع الاستعمال: لا يوصى به للنساء الحوامل والمرضعات والاطفال اقل من 6 سنوات. حتى الاطفال، حتى ويكون عندك 10 سنين ما تعطيهولهمش، لانه خصيصا للنساء ولتكبير الصدر والارداف. يعني ذري صغير ما عندك ما ديري به تعطيهولو باش يكبر له المناطق الانثويه، هذه ما صراتش قاعدين. يعني هذا خصيصا غير للنساء الحوامل ممنوع والمرضعات ممنوع. بالنسبه للحوامل والمرضعات دائما يسقسوني على المسمينات، يا ودي نقول لكم اخطوكم بالمسمينات، وانتوما سواء كنتي حامل ولا مرضعه ممنوع عليك منعا باتا حتى تكملي فتره الرضاعه وتشربيهم. يعني كي تكوني كملتي فتره الرضاعه وتشربيهم عادي، ما حتى مشكل، لكن كي تكوني حامل ولا يعني ترضعي ممنوع منعا باتا. هذا هو البنات عسل الصويا. اللي كما قلت لكم اللي حبت تكبير المناطق الانثويه، يلا الثمن تاعو يدير 190,000، يدير 190,000 هكا باش ما ننساش. راني نقول لكم هذيك العين وننسى معلومات بزاف. المهم البنات يدير 190,000 عسل الصويا. جربوه البنات وحطوا التعليقات تاعكم باش هكا البنات يستفادوا. ويعني كي تستعمليه يعني دراهمو ما مش راح يروحوا خساره. وعملوا تثبيت الوزن البنات، استعملوا الوصفات الطبيعيه مع المسميات، ما تعتمدوش غير على المسميات. شوفوا البنات، اشربوا عسل الصويا كي تسمانوا، بداو نقصوا الجرعه. يعني كنت تشربي كيس في يعني كيس في اليوم الواحد، تولي تشربي كيس في اليومين مده سمانه 10 ايام، من بعد تولي تشربي كيس في 3 ايام مده 10 ايام حتى 15 يوم، ومن بعد تولي تشربي 2 اكياس في الاسبوع. هذيك تضربي بها داك الشهر، شهر ونص، شهرين، مع تثبيت الوزن مع الوصفات الطبيعيه، راح دائما تقعدي في نفس الميزان اللي راح تكتسبيه. لكن اذا حبستيها فجاه واحده ومن بعد عاودتي شينتي وكامل، هذا ما
يعني لازم تستمري في الحاجه، ماشي تستمري في المسمنات، تستمري في الاصرار تاعك باش تقعدي هكا تاكلي مليح، تاكلي وصفات طبيعيه، تساعدي روحك باش تقعدي مثبته هذاك الوزن. يعني فيها بزاف صوالح، ماشي غير تشربي مسمنه وتحبسيها وما خدمتش خدمتها وهكا. حنا المسمنه علاش نخدموا، علاش نستعملوا باش تعطينا داك الحافز، باش تعطينا هذاك الدفعه، باش كي نشوفوا روحنا اكتسبنا الوزن لازم نحافظوا عليه. هي صراحه هي ماشي المهم كيف تسماني، المهم كيف تحافظي على هذيك السمانه اللي اكتسبتيها وهذاك الوزن اللي اكتسبتيها. هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو. خلوا لي تعليقاتكم محفزه، ماشي هذوك التعليقات السلبيه، يرحم باباكم العينات. خلوا لي هذوك التعليقات الايجابيه في خانه التعليقات، وما تنساونا الجام. ولما كنتي جديده معايا ماذا بك تشرفيني بالاشتراك تاعك، الاشتراك تاعك راح يفرحني، راح يعطيني دعم، راح يخليني نتخلص من هذيك العين اللي راهي قاهرتني ما خلاتنيش نحط معكم فيديوهات. هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم سلام.